السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل معاكم المسقعه دي انا لسه عاملاها قريب. انا هعمل معاكم مسقعه وهعمل تورلي وصينيه خضار، جزر وبطاطس وكوسه. لو عندك بسله عندك فاصوليا اللي انت عايزه تحطيه حطيه. وهعمل اجنحه. اول حاجه المسقعه بحتاج لها، انا بعملها كده ني في ني، ما بسويهاش خالص، ما بقلهاش يعني. عاملاها مكعبات وبس مكعبات، وطماطم وعليها صلصة وملح وفلفل وفلفل رومي وفلفل حامي، وده بيتحط في الصلصة بتاعتها. والتورلي انا بستعمل التورلي كوسة وجزر وبطاطس اللي انت حباه حطيه، وبستعمل معاه طماطم ومعلقة صلصة، برضو فيها معلقة صلصة وفلفل اسود وكمون وكزبرة وملح. وطبعا توم ده اساس في المسقعة واساس في التورلي. ومعاهم برضو قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي. اما بقى الجناحات انا حاطه لها روزماري وزعتر وسماق وملح وفلفل ونص ليمون بس، وبصل. انا حاطه بصلتين وسط، وحاطه برضو للتورلي بصلتين وسط. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا هعمل الاجنحه. انا معايا بصلتين وسط ضربهم في الكبه، هحط عليها التوابل، الملح والفلفل والزعتر والسماق والروزماري على بعض كده. هدعكهم كويس مع بعض واعصر عليهم النص ليمونه. انا هنا دعكت البصل اهو، نزلت الميه بتاعته بالتوابل، وحطيت حاجه بسيطه كده في قاع الصينيه، وهرصص عليها الجناحات كده، وهحط عليها بقيه البصل واسيبه يتبل مع بعضه شويه لغايه ما اخلص بقيه الاكل. وبعدين اسويه على النار، اديله غلوه على النار، وبعد كده احطها في الفرن. انا كده رصصتهم اهو. هفضي البصل التاني ده عليهم كده، واغطي بيه الفراخ او الجناحات اللي موجودة عندك يعني كده، واسيبهم يتبلوا. وبعد كده اسويهم من فوق غلوتين من فوق، بعدين احطهم في الفرن. دي بتطلع زي المشوية، الفراخ المشوية بتاع بره بالظبط. اكمل بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. انا هنا حطيت في الصينية على طول عشان دي اللي هدخلها الفرن. دي المسقعة، حطيت معلقة توم كبيرة وشوية زيت، وبعدين تشويحة مع بعض. وهنا حطيت بصلتين برضو وسط مع معلقة سمنة كبيرة، وبعدين تشويحة مع بعض. مش هحمرهم، انا هخلي لونها كده يا دوبك تدبل بس. توم اهو ريحته طلعت، برضو مش هحمره. هحط عليه الفلفل، فلفل حامي وفلفل رومي، وبعدين تشويحة برضو مع بعض. بس كده هحط كده الفاكهة مش كتير يعني، معلقتين 3 خل، واحط عليها القوطة وعليها معلقة صلصة وملح وفلفل اسود بس. اسيبهم لما يتقلوا، احط عليهم البطاطس والبتنجان نيين. اديها برضه تشويحة كده تدبل شوية. نشوف هنعمل ايه. انا هنا تبلت البصل اهي، احط عليها قرن الفلفل الحامي والثوم والفلفل الرومي،
واديهم تشويحه مع بعض. بس ريحه الثوم تطلع كده، وبعد كده احط عليهم برضو الخضار واديهم تشويحه برضو مع بعض. انا شوحتهم مع بعض، الفلفل والبصل والثوم. حطيت بقى الخضار، هديله برضو تقليبه معاهم، ناخده مع بعض كده وطعم بعض. اقلبهم وارجع لكم تاني. هنا شوحت الخضار مع البصل والثوم والفلفل اهو. احط عليهم بقى الطماطم العصرة القوطة، واحط عليها معلقة صلصة وملح وفلفل وكمون وكزبرة. اقلبهم مع بعض شوية كده واسيبهم ياخدوا مع بعض كده برضو، وبعدين ياخدوا غلوة كده وازودهم شوية مية، ده غلوتين على النار، وبعدين احطها في الفرن بالشكل ده كده اهو. خليها تغلي وبعدين ازودها شوية مية او شوربة لو انت عايزة تحطي شوربة، وهسيبها بقى ايه على النار غلوتين واحطها في الفرن. انا هنا الصلصة دي بتاعت المسقعة اهي تقلت اهي. هحط عليها البطاطس والبتنجان، بسم الله. البطاطس اهي والبتنجان اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبهم وهحط عليهم ميه مغليه. البتنجان ده كله بيهبط، بعد كده احط عليه شويه ميه مغليه، واحط عليه الفلفل الحامي واديله غلوتين برضو، وهحطهم في الفرن كلهم يستووا مع بعض. هنا بصوا اهي التورل اهوت خدوا كام غلوه برضو هزوده شويه ميه. عايزه ازوده شوربه زودي، انا مش مزوده قوطه على فكره. انا حاطه بتاع يعني ربع كيلو طماطم تقريبا ومعلقه صلصه. هحط لها برضو شويه ميه واخليها تاخد غلوتين، وبعدين احطهم في الفرن. ابتدي بقى احط الميه، انا معايا ميه مغليه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. احط شويه اهي، واحط هنا كمان، واحط هنا على الجناحات شويه برضو ماء مغليه عشان هسويها برضو من فوق، وبعد كده احط كله في الفرن بس كده. ادي الطرل اهو بيغلى اهو. هغطيهم بقى واسيبهم ياخدوا نص سوا، وبعدين يكملوا في الفرن كل حاجه. وادي المسقعه ابتدت تغلي لسه بقى. الجناحات انا سايباها على النار، لما تغلي برضو تاخد غلوتين، وكله هدخله في الفرن بالهنا والشفا. انا كده طفيت عليهم اهو. هدخل الصواني في الفرن عشان يكملوا سواهم ويحمروا. الجناحات لسه على النار، هسيبها برضه تغلي شويه وبعدين احطها في الفرن. انا هنا عملت رز بشعريه جنب التورلي والاجنحه. طبعا المسقعه بتتاكل بعيش. عملت شويه رز على قد بس ايه الصينيه بتاعه التورلي وخلاص، بالهنا والشفا. ههدي عليه النار بقى ويستوي عادي. انا كده طلعت الصواني من الفرن. ادي المسقعه اهي والاجنحه، وادي التورلي. شوف حلوين ازاي. الأجنحة كأنها مشوية بالظبط، بس لما بتحطوا معاهم كمان الزعتر والروزماري بتبقى جميلة جدا. وادي المسقعة وبالهنا والشفا.